أهلا بيكم في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات، القناة اللي هتلاقي فيها كل التحليلات والمراجعات لأقوى الأعمال الدرامية والسينمائية. ولو لسه جديد معانا متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. النهاردة معانا ملحمة درامية خالدة، مسلسل من أعظم ما قدمت للدراما المصرية، اللي قدر يخلي ملايين من الناس يعيشوا أحداث مصر وتاريخها من خلال حرة واحدة. النهاردة هنتكلم عن ليالي الحلمية. حط لايك للفيديو وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وحصري. القصة: ليالي الحلمية مش مجرد مسلسل عادي، ده عمل بيحكي قصة مصر نفسها من الأربعينات لحد بداية الألفية. الكاتب العبقري أسامة أنور عكاشة قدر يرسم لوحة كبيرة لمجتمع كامل من خلال شخصيات عايشنا معاها لحظة بلحظة. هنتعرف على سليم البدري، رمز الأرستقراطية، وسليمان غانم ابن الريف اللي طموحه يخليه يدخل في صراعات كتير، وكمان شخصية زهرة اللي بتمثل المرأة القوية والمتمردة. ومن خلال العائلات دي بنشوف مصر وهي بتتغير: ثورة يوليو، النكسة، الانفتاح الاقتصادي، والتحولات الاجتماعية اللي غيرت شكل المجتمع. عناصر التميز. طيب، إيه اللي ميز مسلسل ليالي الحلمية وخلاه مختلف؟ أولاً، السيناريو. عبقرية أسامة أنور عكاشة في دمج السياسة بالدراما الإنسانية. ثانياً، الإخراج. إسماعيل عبد الحافظ نقل لنا روح الشارع المصري بواقعية. ثالثاً، التمثيل. أسماء تقيلة زي يحيى الفخراني، صلاح السعدني، صفية العمري، هشام سليم، عبلة كامل، وحنان ترك، كلهم قدموا أداء لا ينسى. رابعاً، الموسيقى التصويرية. مين يقدر ينسى المقدمة بصوت علي الحجار وألحان ميشيل المصري اللي بقت جزء من ذاكرة المشاهدين؟ الأثر والرسالة. المسلسل مش بس حكاية عائلات، ده وثيقة فنية بتحكي تاريخ بلد كامل، خلى المشاهد يحس إنه بيعيش الأحداث بنفسه. وعشان كده لحد النهاردة الناس لسه بتفتكر جمل زي أنا ابنك يا سليمان. العمل ده كان ليه دور كبير في رفع مستوى الدراما المصرية، وأثبت إن الفن مش مجرد تسلية، لكنه كمان وسيلة لفهم المجتمع والتاريخ. التقييم. القصة والسيناريو. التمثيل. الإخراج نصفه. الموسيقى. التأثير والخلود. التقييم الكلي 9.5 ملحمة درامية خالدة هتفضل علامة مضيئة في تاريخ الدراما المصرية والعربية. في النهاية، مسلسل ليالي الحلمية مش بس عمل فني، ده قطعة من وجدان الشعب المصري. قولولي في الكومنتات إيه أكتر شخصية في المسلسل أثرت فيكم، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوني في مراجعة جديدة. سلام.